السلام عليكم يا بنات، كيفكم؟ نهاركم سعيد. الليلة عندنا وصفة لتطويل وتكثيف الشعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا بنات؟ وصفة لتكثيف الشعر، تطويل الشعر، زيادة الكثافة، ملء الفراغات. أي بنت عندها مشكلة في شعرها الليلة الوصفة دي ليكي. وصفة رهيبة شديد في تطويل الشعر وفي تكثيف الشعر، في مرء الفراغات. الناس اللي شعرهم خفيف حنستخدم ماسك يا بنات، ماسك رهيب، ماسك السدر لزيادة كثافة الشعر. الماسك ده إذا استمريتوا عليه بطريقة منتظمة حتشوفي تغيير رهيب شديد لشعرك، وحتشوفي تغيير لحتى السبيبة بتاعة الشعر. مساء الخير يا ففيلة، كيف أخبارك وكيف صحتك؟ الماسك ده يا بنات بيتكون من مكون رئيسي عندنا اللي هو السدر. طبعا السدر من الحاجات الرهيبة شديد اللي لازم في الأسبوع إنك تكوني عاملة ماسك السدر. تمام والله يا ففيلة، طولنا من اللايفات، كيف أخبارك؟ فالسدر مكون رئيسي في الوصفة دي يا جماعة، في تطويل الشعر، في ملء فراغات الشعر. ولما نقول ملء الفراغات معناتها الناس اللي عندهم مشكلات في شعرهم بإذن الله من خلال الماسك ده كل المشاكل تختفي. لكن أهم حاجة يا بنات إنكم تستمروا، يعني ما تعملي الماسك ده مرة ومرتين، تستمر عليه طوالي طول يعني تعمليه برنامج ثابت ليكي لشعرك. انا هسه عملت لي شعري الزيت حقك ما شاء الله يا ففيلة، ضيعتوا زيت بتاع التطويل ما شاء الله. والله ان شاء الله ربنا يوفقك. ففيلة من البنات المجتهدات ما شاء الله اللي بتطبق طوالي وشايفة النتائج على نفسها وعلى شعرها. ضيعتوا زيت يا ففيلة. فزي ما شايفين يا جماعة ماسك السدر، الليلة السدر حنعمله به المنقوع الرهيب ده. المنقوع ده فيه عدة عشبة، لا حاجة أتكلم لكم عنها يا بنات، لكن أهم حاجة ماسك السدر لتطويل الشعر. ماسك السدر رهيب. حنتكلم لكم عن فوائد ماسك السدر يا بنات. السدر يعني من الأعشاب سبحان الله المباركة، يعني واللي مذكورة في القرآن الكريم برضو. ويعني السدر حاجة رهيبة يا بنات في علاج مشاكل الشعر. زيت الفلفلية ما شاء الله. تمام يا ففيل، إن شاء الله بالتوفيق. فيا جماعة السدر بيعالج مشكلات الشعر، مشكلات فروة الراس. إذا كان مثلا عندك مشكلات في إنه مثلا شعرك بيتساقط، الحكة اللي بتكون مثلا في الشعر، فماسك السدر بيشيل لك كل المشكلات دي. ليه؟ لأنه السدر يا بنات بيعالج الفروة، بيعالج فروة الراس من الالتهابات ومن المشاكل اللي بتكون في فروة الراس. فلما تعملي ماسك السدر أول حاجة بيعالج لك الفروة، وأهم حاجة يا جماعة معالجة الفروة عشان ينمو لك شعر صحي. فالفروة بتعتبر زي الأرض اللي بتزرعي فيها مثلا الخضروات وكده. فالفروة هي أرض للسدر، هي أرض للشعر، هي المكان اللي بيقوم منها الشعر. عشان كده لازم تهتمي بالفروة. تسمي يا ففيلة. فعشان كده لازم تهتمي بفروة شعرك، تهتمي بفروة شعرك من تعالجها من القشرة من الالتهابات. فماسك السدر مع بسيط من الحنة. احنا هنا الماسك ده هو سدر، لكن هنشيل معلقة من الحناء. ليه؟ لأنه الماسك ده للتغذير، فالحنة مع السدر بيغذروا الشعر تغذير رهيب شديد يا بنات. يعني شعرك حيبقى ثقيل وحيبقى طبعا رهيب، وحيختلف اختلاف تماما عن ما سبق أو قبل ما تعملي الماسك. طيب يا بنات، في ماسك السدر في ناس طبعا بيعملوه بموية بس، أو مثلا يعجنوا السدر بماء فقط، ما بيضيفوا له أي عشبة. إذا عايز السدر يديكي نتائج فعالة ونتائج يعني تستمر فيها
ونتائج مبهرة يا بنات لازم تعملوا منقوع أو مغلي الأعشاب. لازم تعملوا منقوع أو مغلي الأعشاب. فالمنقوع ده بيتكون لي من عدة عشبة يا بنات لتطويل الشعر ولتكثيف الشعر. أول حاجة ملاحظين عندنا الحلبة في المنقوع ده. عندنا الحلبة يا بنات رهيبة شديد سبحان الله في علاج مشاكل الشعر وتغذير الشعر وتطويل الشعر. فالحلبة يا بنات رهيبة شديد. تاني عندنا لو ملاحظين برضو الحبة السوداء يا بنات بتشيل أو بتعالج مشاكل الشيب اللي بيكون مبكر، يعني بتوقف من إنه يقوم أو يزيد. الحبة السوداء. ورق الغار كمان يا بنات مهم شديد وبطول الشعر، بزيد الشعر كثافة ولمعان. وعندنا كمان يا بنات برضو في المنقوع الرهيب ده زي ما شايفين عندنا برضو الريحان، لا ما الريحان، النعناع برضو يا بنات رهيب شديد في تطويل الشعر، في زيادة كثافة الشعر. يعني إذا استمريتي على المنقوع ده أو على استخدام ماسك السدر بالطريقة دي يا بنات حتشوفوا نتائج مبهرة لدرجة، وكل المشاكل اللي في شعركم حتختفي. الأعشاب دي يا بنات سبحان الله يعني حاجات طبيعية، ويعني بالتطبيقكم المستمر لها حتشوفوا إنها رهيبة في علاج مشاكل الشعر اللي انتوا بتعانوا منها. فسبحان الله. بالإضافة يا بنات ممكن تضيفي البصل مع الثوم، تغليهم على النار وتعملي بيهم ماسك السدر أو منقوع السدر. لو عملتوا الوصفة دي والله يا بنات وما محتاجين حليفة، شعركم حيبقى حاجة رهيبة، حيزيد وحيطول وحيتعالج، وكل المشاكل اللي في شعركم حتختفي من خلال استخدام ماسك السدر. طيب يا بنات الماسك ده الليلة عاملينه أول حاجة للتطويل، لأنه قلنا السدر بيطول، ولتغذير الشعر الخفيف من خلال استخدام ماسك السدر بيغزر. وحنضيف له معلقة حناء، لأنه الحنة يا بنات بتكثف الشعر. الناس اللي عندهم فراقات، الناس اللي شعرهم نهائي ما بزيد ولا بطول، استخدموا الطريقة دي. المنقوع حتجيبي معلقة من يلا حاكتبها لك يا ففيلة، احفظوها يا بنات احفظوها عشان تطبقوها. المنقوع حتجيبي معلقة من الحلبة، حتجيبي ورق غار زي 3 أو 5 صفق من ورق الغار، حتجيبي قرنفل يا بنات، وحتجيبي حبة سوداء. كل الحاجات دي يا بنات اكتبوها. حتخطيهم على النار او تخطيهم في برطمان زي ما شايفين وتكبي لهم ماء ساخن. انا بفضل الطريقة دي لانه بالطريقة دي لما تخطيه على برطمان بالماء الساخن وتقفل عليه فانت بتحبس الحرارة وبتلقي يعني الزيوت الطيارة اللي في المنقوع ده كلها حتحتفظ. يعني انا بفضل انك تعملي منقوع من انك تغلي المكونات دي في النار، وكلها يعني هي جميلة، لكن أنا بفضل إنكم تعملوها منقوع كده زي ما شايفين في برطمان كده أحسن، فبديك نتيجة مبهرة. الزيوت الطيارة حتكون قاعدة على المنقوع. الماسك ده يا بنات ممكن تعمليه في الأسبوع مرة. عليكم السلام يا فاطمة، كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ الماسك ده يا بنات تعملوه في الأسبوع مثلا، ده للتغذير قلنا مرة. تمام والله يا فاطمة، الله يخليك تسمي. الماسك يا بنات تعمليه في الأسبوع مرة. الحمد لله إنك بخير يا فطومة. قاعدة تطبقي يا فطومة الحاجات دي ولا لسه بس بتشاهدي؟ علقوا لنا يا جماعة، بتتابعونا من ياتو بلد من ياتو مدينة، يعني شغالين في الشغل ولا قاعدين في البيت؟ خلونا نتعرف على بعض. علقوا لنا يا بنات على التعليقات وانتم من ياتو بلد من ياتو مدينة، هل قاعدين تطبقوا الحاجات دي ولا ما قاعدين تطبقوها؟ ايش هذا ماسك السدر حنين تقريبا. ده ماسك السدر يا حنين لتطويل الشعر، علاج مشاكل الشعر. ماسك السدر مع المنقوع اللي شايفاه ده، ديل حاجات رهيبة شديد في تطويل الشعر، في زيادة كثافة الشعر.
والله يا فطومة أحسن تطبقي عشان لمن الزمن يمشي تلقي الفايدة. وهخليه في شعري كم ساعة يا شوكولاتة؟ حتخليه في شعرك زي ساعتين، وحتغسلي بموية فقط، ما تغسلي بشامبو نهائي، لأنه السدر يعني حاجة جميلة، ما يعني ما بيطلع من الشعر طوالي، لأنه السدر ناعم. السدر الناعم يا بنات بيطلع طوالي من الشعر، تاني حتسرحي شعرك عادي. المنقوع يا حنين، المنقوع عبارة عن معلقة من الحلبة، معلقة من القرنفل، ومعلقة من الحبة السوداء، والنعناع. النعناع يعني تحطيهم في برطمان زي ما شايفين، وتضيفي لهم ماء ساخن. حتضيفي الماء والكمية السدر على حسب طول شعرك، يعني لو شعرك تاني لما تستخدمي الوصفة دي باستمرار يا بنات، صدقوني يعني تاني المنقوع ده ما حيكفيكم، لأنه شعركم حيبقى غزير وحيبقى طويل وحيتغذى، تاني حتضيفي الكميات كل فترة. فزي ما شايفين حنضيف لها يا بنات معلقة من الحناء. الحنة يا بنات يعني من الحياة الرهيبة شديد، والحاجات الطبيعية في تطويل الشعر وعلاج أغلب مشاكل فروة الرأس. الناس اللي عندهم التهابات في فروة الرأس يستخدموا أو يجيبوا الحنة مع ماسك السدر. أيوة كله مطحون يا حنين. شوكولاتة لي شهر بستخدمه، ما أعمل لي حاجة بس أستمر. أيوة يا شوكولاتة النتيجة بتظهر في 3 أسابيع خلاص. فأنتي ما تعملي الماسك ده بس، أعملي معاه كم حاجة، يعني ما تعملي بس على الصدر، لأنه الشعر إذا عودتيه على حاجة واحدة بس ما حيزيد، حيقول لك يعني دي أنا كل مرة باخدها، اديني حاجة جديدة بمعنى كده. فأنتي اعملي زيوت، واعملي صدر، واعملي ماء بصل. ماء البصل، الموية بتاعت البصل رهيبة شديد يا بنات في تطويل الشعر. فيا شوكولاتة اعملي كم حاجة خلاص. الرابط بتاع صفحتي فيه كثير من الوصفات، انت ادخل عليه واستخدمي وصفة ان شاء الله حتشوفي شعري. حنين شعري بيتساقط بكثرة، يعني بيتساقط كيف يا حنين؟ ما فيش، الشعر هو يوميا يعني مثلا بنقول بيطلع كم شعر. التساقط ده مثلا تقومي من النوم تلقيه في المخدة، أو تسرحيه تلقيه برضه في المخدة، فكده، أو يعني يتساقط على ملابسك، ده التساقط. لكن شعر شعرتين 3 دي ما بنقول عليهم تساقط خلاص. إذا عندكم تساقط كثيف، أول حاجة شوفوا الطبيب، احتمال مشكلة طبية. إذا كانت ما مشكلة طبية معناتها حتستخدموا الماسكات دي يا بنات، لأنه الشعر عامل زي الزرع، لازم تهتمي به ولازم تديه حاجة، لازم تديه نتيجة. لا لا والله يا شوكولاتة، أنا في الإمارات. أختي عندها سؤال، موية البصل أيوة، موية البصل للتطويل يا ففيلة. موية البصل للتطويل وللتكثيف. موية البصل بتزيد الشعر زيادة رهيبة، غير اللون الأسود اللي حتحصلي عليه لما تستخدمي ماء البصل. ماء البصل برضو بتوقف التساقط يا حنين. إن شاء الله قريب حاعمل لكم المنتجات دي يا بنات، الناس اللي بيقولوا يعني ما قاعدين نعمل تاني، إن شاء الله تلقوها جاهزة فبتريحكم. هي دايرة كثافة، عشان هي دايرة كثافة خلاص. حتى في الكثافة في الكثافة يا ففيلة، هذه السدر مع الحنة الماسك اللي بعمل لك فيه ده للكثافة، للشعر الخفيف، ده للشعر الخفيف بس بطبق لك في الماسك ده. أي شعر خفيف نستخدم له معلقتين سدر ومعلقة حنة، فحتشوفي إنه شعرك بدأ يطول طول مبالغة. عرفتي؟ عشان كده أهم حاجة يا بنات في الحاجات الطبيعية دي الاستمرارية. تستمري حتشوفي النتيجة، شعرها طويل لكن خفيف. يا ففيلة، ماء البصل مع السدر مع الحناء ديل كلهم للتكثيف، بالإضافة إلى تعملي برضو ماسك النيم. ماسك النيم برضو رهيب شديد في تطويل الشعر. ماسك النيم بيطول الشعر أو بيغزر، بيكثف الشعر بصورة
رهيبة، بالإضافة إلى البخاخات اللي بنعملها. يعني الشعر ما بنعمل له حاجة واحدة، بنضيف كم حاجة عشان نتحصل على نتيجة جميلة. الحنة ما بتجفف الشعر يا فاطمة. الحنة لما مثلا تستخدمي حنة بس بموية عادية، هنا انت يعني ممكن شعرك يجف، لكن لما تستخدمي معاها منقوع الأعشاب أو مغلي الأعشاب، فانت هنا حتلقي نتيجة مختلفة، حتلقي نتيجة مختلفة. الحنة العادية ما بتجفف الشعر، والحنة السمحة ما بتجفف الشعر. أي والله هو والله يتساقط شعري طويل بس بتساقط. يلا بتساقط ليه يا بنات؟ لأنه ما في اهتمام خلاص. في الشعر إذا السبيبة إذا ما لقت اهتمام فبتقع، عامل زي صفق الشجرة لما ما تلقى ماء بنلاحظ إنه صفقة بدأ يتساقط، لكن لما تلقى ماء تلقى رعاية تلقى اهتمام، فبنشوف إنه الشعر بدأ الصفق بتاع الشجرة بدأ يخضر وبدأ يزيد جمال. ليه؟ لأنه لقت عناية. فالشعر بنفس الفهم ده يا بنات، الشعر بنفس الفهم ونفس الطريقة. طيب عندي ده معلقتين سدر، معلقتين سدر زي ما شايفين، حاضيف عليهم معلقة من الحناء، معلقتين سدر، معلقة مطحونة تكون ناعمة يا بنات، هي بتطلع لكم من الشعر بطريقة عادية ما بتحتاج إنكم تتعبوا أو أي حاجة. فزي ما شايفين معلقتين من السدر، معلقتين من الحناء، ده لتطويل الشعر وللتكثيف. حيكون عندنا مصفى أو منخل، أي منخل عندك أو مصفى، وحتصفي الخليط ده زي ما شايفين. لازم تضيفي شوية شوية. أنا هنا برضو ضايفة له بذور كتان، لو شايفين يعني بذور الكتان اللزوجة، لأن بذور الكتان بترطب يا بنات الشعر ترطيب عميق، فبالتالي حتلقي نتيجة رهيبة بالنسبة لشعرك وطول شعرك وكثافة شعرك. اهتموا بشعركم يا بنات، يعني ما تخلي مثلا واحدة إذا تجي مناسبتها أو يجي فرحها تقول لك أنا عايزة حاجة لشعري. اهتمي جمال لنفسك أول حاجة، عشان يعني تظهري دايما جميلة ودايما حلوة. زي ما شايفين نخلط المنقوع كده ولحد ما يدينا نتيجة جميلة. هنحطه على الشعر ساعتين على الشعر، بعد كده نغسل الشعر بماء عادي، ماء عادي جدا، وبعد تغسليه وبعد كده ترطبي شعرك بأي مرطب، أي مرطب. شايفين الرغوة بتاعت السدر يا بنات بتاعكم لازم يكون أصلي. شايفين الرغوة؟ السدر الأصلي بيعمل رغوة يعني، فبديك نتيجة فعالة شديد. كلامك ده على مقاسي والله يا فطومة. كيف ما قاعدة تهتمي؟ صح فطومة انت ذاك شكلك كده كسلانة. بنات السودان ايش الفرق بين الدلكة والعروكة؟ والله على حسب علمي الدلكة دي يا اسمك الدلكة دي طبعا بتضيفي لها رياح، بتضيفي لها حاجات كثيرة، بتنجديها أو بتخليها تنضج، بيطلح، يعني مكوناتها كثيرة. العروكة دي يعني حاجة بسيطة بس. مثلا أنا يوم حنزل لكم إن شاء الله طريقة عمل الدلكة السودانية والعطور والأبخرة السودانية دي بإذن الله، بإذن الله حنزل لك الطريقة تعرفيها كيف. الحلبة فائدتها لشنو للشعر؟ أول حاجة يا حنين هنا ريحتها ما حتظهر، لأنه ريحة القرنفل وريحة النعناع حتطغي على ريحة الحلبة، لأنه القرنفل ريحته قوية، فبالتالي المنقوع ده ريحته أغلب قرنفل وورق قار، ريحته جميل شديد، ما حتظهر ريحة الحلبة. فايدة الحلبة إنها بتطول الشعر، بتكثف الشعر، بتمد الشعر بأي يعني المكونات اللازمة. وخصوصا يا حنين في ماسك طبعا ريحة المنقوع ده ما شاء الله تبارك الله ريحة جميلة جميلة، لأنه القرنفل مع القرنفل مع النعناع عامل ريحة حلوة شديد، فأنت لما تكوني عاملة الماسك ده ريحتك حتبقى جميلة، حتبقى جميلة شديد. الوصفة دي ما فيها بصل يا
ففيلة دي ما فيها بصل، دي بس أعشاب، ما ضايفة بصل أنا هنا، ما ضايفة بصل نهائي. وممكن تستخدمي بطريقة البصل. والله يا فطومة شد الهمة، شد الهمة، خلي الكسل بيرجع عليكي انت بعدين، ما تجي سلمى اديني حاجة سريع، سلمى انا داير حاجة سريع. ما في سريع، عندنا حاجات بس بالاستمرارية وبالتأني. شايفين؟ حتضيفي يا بنات هنا من زيت جوز الهند، زيت جوز الهند نضيف حاجة بسيطة بس عشان يمتص الشعر الفايدة، حاجة بسيطة زي ما شايفين زيت جوز الهند، حاجة بسيطة. بعد كده توزعيه يا بنات على سائر الفروة، وإذا عندك مضرب تنعميه أكتر من كده فممكن تنعميه. المنقوع يا حنين ما خطيته على النار، المنقوع خطيته معلقة من القرنفل، معلقة من الحبة السوداء، معلقة من الحلبة، 3 أو 4 ورقة من ورق الغار، كبيت ليهم ماء ساخن، حطين في برطمان كده وأقفلي على البرطمانية عشان يحجز ليكي كل الزيوت الطيارة في المنقوع ده. ممكن تضيفوا برضو يا بنات الروزماري. ما خطيته على النار. أنا بفضل إنه الأعشاب دايما أنقعها ليلة كاملة. لما تنقعيها ليلة كاملة أنا غايته بشوف يعني من خلال تجاربي إنه يعني الفايدة أكبر، بشوف إنه المنقوع بدي حاجة رهيبة أكتر. حتخليها ليلة كاملة يا حنين، ليلة كاملة خلاص، يعني مثلا من بالليل للصباح. بعد كده تصفيها وتحطيها على الماسك بتاعك كده. أنا شايفة إنه نتيجتها أرهب وأروع في تطويل الشعر. تسلم يا حنين، شكرا لمشاركتك حبيبتي، الله يخليك. أي بنت عندها سؤال يعني تسأل، وعشان يا بنات تستفيدوا. أنا السنة الجاية إن شاء الله عندي مناسبة من حسي بعمل ماسكات لشعري. ما شاء الله يا ففيل، أيوة ده الكلام الصح، تستهمي بنفسك قبل سنة وقبل فترة عشان لما تجي مناسبتك يجي فرحك تلقي النتيجة المبهرة تكون قدامك. انت ذاتك بتكوني مطمئنة، ما بتكوني متوترة، ما بتكوني يعني يا بنات الحقوني ادوني حاجة سريع، أنا دايرة لي حاجة سريع، والكلام اللي بنشوفه من البنات ده. الحاجة السريعة ذاتها بتخوف. أيوة صحيح كلامك يا فاطمة. أنا بفضل طبعا قلت لكم تعملوه منقوع، تحطوه في برطمان بدل تغليه على النار. أهلا وسهلا. شايفين يا بنات كده الماسك بقى جاهز. إذا مثلا عندك مضرب كهربائي تضربيها على المضرب ويبقى لك ناعم شديد وتوزعيه على شعرك. تركزي على الفروة أكتر حاجة، أكتر حاجة تركزي على الفروة، وإن شاء الله يا بنات حتلقوا نتيجة رهيبة ونتيجة فعالة لشعركم ولطول شعركم ولكثافة شعركم بإذن الله تعالى. في ناس بيسألوني يعني ما بتبيع الحاجات دي. والله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله ونعمل منتجات عادية إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا يا سمسم، كيفك؟ كيف صحتك؟ سمسم جي الليلة عندنا ماسك السدر لتطويل الشعر لزيادة كثافة الشعر مع الحناء مع مقلي مع منقوع الأعشاب. خلاص الله أكبر. ده منقوع لتطويل الشعر لزيادة الشعر لكثافة الشعر، هو للكثافة أكتر حاجة الناس اللي شعرهم خفيف. تمام والله يا سمسم، كيف أخبارك؟ إن شاء الله قاعدة تطبق الوصفات والحياة اللي بننزل فيها دي. والله تمام يا سمسم، الله يخليك تسلمي. سمسم ذاته إحنا دايرين السمسم إن شاء الله في الوصفات الجاية حنضيف السمسم في وصفاتنا، حنضيفك يا سمسم. طيب يا بنات تسلمي يا سمسم. تمام والله. كيف انتي؟ عندك أي حاجة طبقتيها يا سمسم من الوصفات اللي بنعرف فيها نعمل فيها دي؟ المكونات حتجيبي حلبة، حبة سوداء، نعناع، قرنفل، ورق قار، معلقة 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 تخديهم في برطمان، تكبي عليهم ماء مغلي ليلة كاملة. حتجيبي معلقتين من الحنة، معلقتين من السدر، تعجنيهم بالمنقوع ده، تضيفي لهم شوية من زيت زيتون، زيت جوز الهند، زيت
اللي عندك، بعد كده تحطيها على شعرك، هتشوفي نتيجة رهيبة ونتيجة فعالة لتطويل الشعر ولكثافة الشعر. طيب يا بنات، خلاص إن شاء الله يا سمسم حنزلها إن شاء الله، إن شاء الله أنزل لكم الوصفات. لحد هنا نقفل اللايف، وإن شاء الله نجي في لايفات تانية وماسكات تانية، نعمل ماسكات تانية إن شاء الله. هحط لكم الرابط يا بنات بتاع الصفحة عندي يا سمسم ويا ففيلة وكلكم. البرنامج الأحمر عندي فيه صفحة هناك، عندي يعني الهنايات أكتر، الوصفات أكتر في البرنامج الأحمر، فممكن تخش عليه وتشوفوا، تعملوا متابعة للصفحة وتشوفوا الوصفات اللي انتوا عايزين لها. أي وصفة مكتوب عنوانها. أيوة يا سمسم، أيوة في البرنامج الأحمر. طبعا هنا ممنوع تنقول الاسم، لكن بنقول البرنامج الأحمر. سلمى بيوتي، خلاص نفس اسمي ده عاملاه في البرنامج الأحمر، سلمى بيوتي، حتلقوه إن شاء الله. طبقوا الوصفة وإن شاء الله لما ناخد لكم الرابط بتاع الصفحة. حتى في الفيسبوك في برضو إن شاء الله. تسلمي حبيبتي، تسلمي يا سمسم. شكرا يا بنات للمتابعة، جزاكم الله خير، وباي باي. إن شاء الله نتلاقى في وصفة جديدة.